الرجاء جمهورها راس مالها. السلام عليكم معشر الجراد، كيف راكم؟ مرتاحين؟ الحمد لله. عدنا مره اخرى فقره اشنو طاري في الرجاء. كاين بعض المواضيع اللي ندويو عليهم حنايا كرجاء ونناقشوا بيناتنا، خصوصا مع اقتراب البطوله وبزاف ديال الحوايج اللي بانوا في الرجاء في هذه الايام الاخيره. فقبل ما نبداو صراحه الفيديو اللي فات ما عرفتش كنتوا غابرين ولا مازال مسافرين، ولكن شوف عادي عادي. يلا راه نشوفكم في هذا الفيديو هذا. لايك ديالك بمثابه تحفيز، كومونتير تحت شعار قلب خضر يفاريا. اما اللي كنتي جديد ابوني وزير ديك السمطه ويلا بينا نبداو. غادي نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم فقرة اشنو طاري في الرجاء باول موضوع اللي هو عيد ميلادي كان البارح. شكرا للناس اللي تفكروني وقالوا لي جويوز انيفرسير، ولا حتى شي واحد ما قال لي يلا وجدوا لي الكادوات. اللي كان موجد شي كادو لخوكم وحبيبكم راه جاو السود يبينوا لي صح اودي. فاش كنتفكر باللي وصلنا 27 عام والله الا كيضرني خاطري الصاد. المهم نرجعوا للمواضيع اللي اصلا حنا جايين عليهم، وغادي نبداو بموضوع الساعه واللي هو بطايق الاشتراك. من بعد بزاف ديال التعطال وحنا كنتسناو، واخيرا لي كارت تلاحوا في وجه الجمهور، واللي ما تلاحوا تخلقوا شي نقاشات عاوتاني واش الجمهور رجاوي ترى والله ما يمكن. اللي كيقول لك الثمن واللي كيقول لك ما عجبوش التقديم، وصراحه هاد الناس هادو بجوج اللي قالوا هاد المواضيع عندهم الحق. غادي نبداو بالثمن اللي صراحه ما كانش متوقع وسط الجمهور الرجاوي، حيت الثمن ديال لي كارت ديال هاد العام هذا اغلى من الثمن ديال لي كارت ديال العام اللي فات والعام اللي فات اللي كانت فيه العصبه. عكس هاد العام هذا لا عندك فقط البطوله وكاس العرش، وكاس العرش كلنا كنعرفوا انه من الممكن ما يجيك حتى شي ماتش داخل تيرانك. المهم ثمن البطائق اللي كان كيتصنف لثلاثه ديال الاصناف، بدايتهم بزون 5 اللي داروا ليه 600 درهم واللي سالات قبل اصلا ما تخرج. كاينه تا زون 7 اللي داروا ليه 750 درهم، وهذه اول مره في الحياه غادا دار هاد اللعيبه هادي، بكون ان السنوات الماضيه كانت كارطه وحده بعنوان المدرجات المكشوفه وكانوا كاملين بنفس الثمن. ولكن هذا العام هذا كان فرق، وصراحه نقدروا نقولوا بانها تعطات فرصه للمجموعات انهم يغربلوا الوقت شويه. ماشي اللي دار لا كارت غادي يمشي غادي تخشم معاهم وغادي يولي محسوب معاهم. اخر صنف واللي هو تريبون واللي داروا لي 2200 درهم. صراحه ديك 200 درهم ديالاش الله اعلم. المهم اظن ان هذه اغلى لا كارت دارت من نهار داروا لي كارت ديال الراجا ديال التريبين. هذا العام اللي فات راه كنا خديناها ب 2000 درهم، ولكن من واحد الجهه اخرى غادي نقولوا الله يحسن العوان. فاكيد الا ما خديتيش لا كارت راه ما كتعنيش نهايه العالم وما غاديش تشوف فرقتك وسط التيران. مازال عندك فرصه انك تاخذ التيكي ديالك في الماتشات اللي غادي يكونوا. يعني ما عندكش قدره انك تشري لا كارت، غادي نقولوا لك غير الله يسر ليك ويرزقك، حيت راه اكيد راه ماشي كلشي عنده. اما الناس اللي غادي يجيو عاوتاني غادي يبداو بلا بلي وانت من العام اللي فات وانت داوي على لي كارت بلا بلا وما شفنا منك والو. خويا انا ما خرجوا لي كارت ما مشيت خديت لا كارت ديالي، انا فقط كندوي بصوت دوك الناس اللي متبعيني، بكون انهم متبعيني فراه خاصني ندوي عليهم. شحال من ميساج جاني كيدوي على الثمن، فراه خاصني حتى هما ندوي عليهم وندوي بصوتهم. اما قضيه تقديم البطائق اللي شخصيا غادي نقول لكم غير ما داروش، حيتاش اصلا الراجل من واحد الجانب اخر ما محتاجاش فيديو ترويجي باش الجمهور يمشي يدير لا كارت. داك الفيديو الترويجي اللي داروا على ما اظن غير مازال بين الضعف ديال الديجيتال اللي كاين عند الراجا. راه ما كاينش كميه الاغلاط لدرجه انك انت كتفرج في تقديم بطائق الاشتراك ديال نادي الرجاء الرياضي العالمي، والدراري الصغار لابسين في الفيديو التونيات ديال البارسا والريال. واحد خونا ختم كاع لابس لك التونيه ديال فورتنايت. واش زعما لهاد الدرجه التونيات ديال الرجاء ما كاينينش ولا كيفاش؟ ولا عندنا ستور سميتو رجاء ميغا ستور، كان من الممكن انكم تكولابيو معاهم بحال هكا ويتكلفوا بالدراري اللي لابسين داك الشيء بدوا لهم التونيات ديالهم ولبسوهم التونيات ديال الرجاء. يعني من هادشي كامل عاوتاني غادي نطبقوا ديك اللعيبه ديال غادي نغمضوا عينينا تحت شعار ما عندناش ديجيتال في المستوى. موضوع الديجيتال وتقديم لاكارت غادي نربطوا حتى بالتونيات اللي مازال كنتسناوهم انهم يتطرحوا للجمهور، واصلا نعرفوا شنو هما التونيات ديال الرجاء ديال العام الجاي. وهذا العام الجاي هذا كيعني بدايه الموسم في البطوله الوطنيه واللي بقات لي فقط 10 ايام بالتمام والكمال. من 10 ايام ترى 9 ايام، واللي اظن اننا كلنا عرفنا سبب التاخر، وهو ما كاينش اللي غادي يدير تقديم للتون ديال الرجاء. حيت التون راه كلنا كنعرفوه كيبان غير عام كيدوز داك العام صافي باي باي، داك التون كيتنسى ولا كيبقى فقط عبره داك الشيء اللي دارت الرجاء في داك العام. يعني بحال سمي الا كنتي باغي تقدم توني ديال الرجاء جديد خاصك تعطي تقديم حقه، وبما انه اصلا الديجيتال ما كاينش فرا اظن انه كان من اسباب تاخر نشر قميص الرجاء ديال الموسم المقبل. راه والله الا عاوتاني انني ارى غادي نبداو العام بالتوني ديال الرجاء ديال العام اللي فات تحت شعار مازال ما تقدموش تونيات جداد اودي. المهم عاش غدير نسى على هذا الشيء كامل. موضوع اخر، الرجاء في ماتش ودي جديد في اكاديميه النادي ضد النادي القنيطري، ماتش اخضر بامتياز تجهيزا للموسم المقبل اللي بقات لي فقط 9 ايام. كنا ديجا سبقنا وقلنا باللي الرجاء غتواجه اتحاد طنجة، كانت غتواجهها من بعد ما كنا في معسكر في طنجة، ولكن تم الغاء الماتش كيف ما ماتشات قبلهم تلغاو.
وغادي نغمضوا عينينا عاوتاني. وقد يكون الماتش ديال نهار السبت اخر ماتش الرجاء في هاد التجهيز هذا اللي اصلا حنايا عاوتاني غادي نفكروا باللي بقات لينا 9 ايام على بدايه البطوله الوطنيه اسبرو. وللعلم كاين اخبار تروج ان الرجاء غتستقبل ماتش الاول ضد الفتح الرباطي خارج الرباط، بكون ان اصلا الفتح هي اللي مستقبله. كيقولوا باللي كاينين بعض الاسباب وبعض الامور انه التيران ديال الفتح غتكون في شي حاجه شنو هي الله اعلم. ما غادي يبدا يقرب الماتش غادي يبداو يبانوا بزاف ديال الحوايج. غادي نختموا فيديونا بالرجاء لا حسبه لا قبل ايام على اهم خطوه كنا كنتسناوها، وهي الرجاء عطات فرصه للدراري اللي عندهم خدمه نقيه في يديهم باش يتكلفوا بديجيتال النادي. الشروط وهي فقط تكون خدمتك نقيه وتكون رجاوي. اخر اجل اظن وهو 12 شهر 9، يعني من هذا التاريخ هذا غادي نستنتجوا انه للاسف الرجاء غتبدا العام ديالها الجديد بدون ديجيتال، ومشات عاوتاني حتى لشي دوره 6 ولا 7 عاد باش ديك الساعه تولي تشوف الخدمه في لي باج اوفيسيال.